ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ زي ما كنت متوقع الفتره اللي فاتت ان لازم السوق المصري يحصل فيه حاله من انواع الاستقرار والهدوء، خصوصا بعد ثبات سعر الدولار من 49 ونص ل 50 51. ده معناه ايه؟ معنى كده ان الاسعار اللي دايما متسعره على الدولار ابو 60 جنيه و65 جنيه هيبدا يهدى شويه وينزل شويه. واحنا بنتكلم هنا على العربيات. طب ايه اللي يخلي تجار العربيات ينزلوا خصومات وينزلوا موديلات 2026 ارخص من موديلات 2025؟ انها المنافسه يا صديقي. لما تنزل عربيه زي الشنجاني سي 55 بلس النسخه التجميع المحلي بسعر منافس جدا، ده يخلي بقيه العربيات اللي في نفس الكاتيجوري تبدا ترجع لورا شويه وتطرح موديلات 2026 بخصومات كبيره عشان تاخد حصه من السوق ده. يعني الخبر اللي جاي معانا النهارده من شركه شيري منزله خصم على 3 عربيات. انا شايف ان منهم عربيه حققت نجاح كبير، يعتبر من افضل العربيات اللي نزلت في الفئه دي في السوق، زي العربيه الشيري تيجو 7. العربيه دي واحد صاحبي بيندم لغايه دلوقتي ان هو ما جابهاش بسعر 285 الف جنيه. المهم العربيه دي دلوقتي خدت تحديث اللي هو الفتيس بتاعها دول كلاتش بقى تبريد زيت مش جاف، وده يعتبر تحديث مهم مش وحش. يعني يعتبر نفس الفتيس اللي عليها هو نفس الفتيس اللي موجود في العربيه تيجو 8. يعني اول فئه من العربيه دي دلوقتي بقى يجي بسعر 995 الف بدل من مليون 25 الف، يعني خدت تقريبا تخفيض بسعر 30 الف جنيه. وتاني فئه بقت بمليون و80 الف بدل من مليون 110 الف، يعني برضه خدت تخفيض تقريبا في حدود 30 الف جنيه. ونشوف بسرعه مواصفات العربيه بتيجي بموتور 1500 تربو بيطلع 145 حصان عند 5500 ار بي ام، وعزم دوران 210 نيوتن متر بيطلعه بدري شويه من 1750 ل 4000 ار بي ام، ودي حاجه كويسه ان العربيه بتجمع العزم بتاعها بدري شويه. المنظومه الجميله دي بقى متوصله في ايه؟ متوصله بفتيس 6 سرعات دول كلاتش ويت تبريد زيت. العربيه طبعا تجميع محلي، الخروص الارضي في العربيه 21 سم، ده اللي يهمنا ارتفاع عشان مطبات والحاجات الجميله دي. الشنطه بتاعتها كبيره 414 لتر، بتيجي بفئه امان كويسه 4 ارباج اي بي اس اي بي دي، الحاجات الجميله اللي احنا متعودين عليها، طبعا شاشه وفوج لايت والحاجات الحلوه دي كلها. تاني فئه اللي تعتبر بالنسبه لي قيمه مقابل سعر، خصوصا بعد التخفيض اللي خدته بقت بمليون و80 الف جنيه بس. دي بتزيد عن الفئه الاولى فتحه سقف بانوراما ومرايات ضم، وبتزود كمان في عدد الارباجات في العربيه، وبيبقى فيها حساسات اماميه. لو انت مش محتاج الكلام ده كله هتوفر 85 الف جنيه. او لو انت بتخاف من فتحه السقف الصيني مثلا يحصل فيها صدى او حاجه بعد كده، مع ان الكلام ده يعني يعتبر ما حصلش كتير، برضه خليك في الفئه الاولى اللي سعرها برضه يعتبر ممتاز 995 الف. تاني عربيه من مجموعه شيري اللي نزل عليها تخفيض الموديلات 2026، وهي عربيه بدانا نشوفها مؤخرا في الشارع على استحياء كده، العربيه الشيري تيجو 4 برو. العربيه دي خدت تخفيض 25 الف جنيه لكل فئتها. اول فئه بقت ب 900 الف جنيه بدل 925، وتاني فئه 980 الف بدل من مليون و5 الف، وتالت فئه مليون 55 الف بدل من مليون و80 الف جنيه. العربيه هنا بتيجي بموتور 1500 سي سي برضو، بس ده متوصل بفتيس سي في تي، ده بيطلع 111 حصان و138 نيوتن متر عزم. اللي يهمنا في الابعاد ان ارتفاع خصوص الارض العربيه 16 سم، شنطه العربيه 340 لتر. تعتبر العربيه دي فئه مدمجه شويه، يعني ممكن نقارنها بالكارديان، نقارنها بالجاك الاس 2، الحاجات الصغيره دي. العربيه بتيجي بتجهيزات اساسيه طبعا. الفئه الثانيه بتفرق عن الفئه الاولانيه بفرش جلد وكراسي كهرباء وفتحه سقف ومرايات ضم، وبتزود في الايرباجات، وبتاخد معاها كمان كراسي كهرباء، ودي بتزيد 85,000 اللي هي الفئه اللي ب 995,000. الفئه الثالثه في العربيه دي بقى غاليه ليه؟ الفئه الثالثه في العربيه دي الموتور بتاعها بيتغير شويه، بيبقى الموتور بتاعها 1500 سي سي بس بيبقى تربو، بتطلع معاك 145 حصان 180 نيوتن متر عزم. بس انا في رايي لو هتطلع للفئه الثالثه في العربيه دي تبص احسن على التيجو 7. يعني لو انت مش حابب شكل التيجو 7، او لو انت مثلا عايز عربيه تكون اقل شويه في الحجم، تفكر في التيجو 4 برو، وخليك في اول فئه اللي هي ب 910,000، وخليك في اول فئه اللي هي ب 900,000 تقريبا بعد التخفيض اللي خدته. اما لو انت بتفكر تعلى في الفئات بقى فنصيحه مني خليك في التيجو 7 احسن. ثالث عربيه واللي خدت اكبر تخفيض فيهم كلهم هي التيجو 8. العربيه دي نزل عليها تخفيض 70,000 جنيه، يعني اول فئه بقت بمليون 125 بدل من مليون 195، وتاني فئه بقت بمليون 195 بدل من مليون 265، وتالت فئه بقت بمليون 250 بدل من مليون 320. العربيه دي بتيجي بنفس الموتور ونفس الفتيس اللي موجود في التيجو 7، او في التيجو 4 برو النسخه اللي هي بالموتور التربو. يعني من الاخر كده الموتور اللي في الثلاث عربيات التربو واحد، وحتى نفس الفتيس الدول كلاتش اللي نازل عليها هو نفس الفتيس الدول كلاتش الموجود في التيجو 7. طب ليه العربيه دي غاليه؟ العربيه دي كبيره شويه وتعتبر من فئه العربيات السبعه رجل. خلص الارض بتاع العربيه 20 سم، وده ارتفاعه كويس مش وحش. العربيه بتيجي بضمان 150,000 كيلو او 6 سنين. تجهيزات العربيه التجهيزات الاساسيه كلها انظمه الامان تعتبر معقوله مش وحشه، بيجي معاك انذار ومثبت سرعه وجنود، يعني انت اغلب التجهيزات اللي موجوده في كل عربيات الصين. والميزه هنا ان من اول فئه في العربيه دي بتنزل بفتحه سقف بانوراما.
الفئه التانيه في العربيه بتزيد معاك بكراسي كهرباء ومرايات ضم وحساسات اماميه، وبتزود في عدد الارباجات. لو انت بتدور على عربيه 7 راكب حجمها كبير شويه وسعرها يعتبر معقول بالنسبه للمنافسين، فالشيري تيجو 8 تعتبر قيمه مقابل سعر معقوله مش وحشه. احنا بنتكلم بعد التخفيض في 1,125,000. اما لو انت بتدور على نفس الموتور ونفس الفتيس ويعتبر حجم برده كبير مش وحش، والكنبه اللي ورا دي كده كده مش فارقه معاك، وخصوصا ان هي بتبلع في شنطه العربيه كلها، فنصيحه مني خليك في التيجو 7. بس ده كان كل حاجه النهارده. حبيت اشارككم بالتخفيضات اللي عاملاها شركه شيري عن عربيات الاس يو في اللي عندها، وان شاء الله لو في اي جديد في السوق برده بلغكم بيه. كان معاكم مؤمن سيد، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.